بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الدعاة وخير المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعزي أنفسنا ونعزي أهل الشام ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة قامة علمية قضى إلى ربه، فنسأل الله تعالى أن يتقبله في عليين. نودع اليوم عالماً من علماء الأمة وداعياً من دعاتها ومجاهداً هاجر في سبيل الله مع انطلاق ثورة الشام المباركة، انحاز إليها وآثر أن يكون في صف الحق، رفض الظلم والاستبداد وهاجر إلى الله تعالى وفي سبيل الله، دافع عن قضايا المظلومين وسعى في الدعوة ونشر العلم وسعى في أعمال الخير. كان له دور كبير في الوقوف جنب الأرامل والمساكين، كان ممن يقيم المشاريع الدعوية والخيرية، أقام العديد منها، كفل الأيتام وأعان الفقراء ونشر العلم، وأخذ بسيف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنشأ العديد من الجمعيات والبرامج العلمية والدعوية والخيرية، كفل آلاف الأيتام والأرامل والمساكين. نحسبه يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. نحسبه ممن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وهو مهاجر مجاهد في سبيل الله. وعاد اليوم ليوارى تحت الثرى في أرض الشام التي لكان يحلم أن يدخلها فاتحاً، فاليوم دخلناها فاتحين وجاء ليدفن فيها. فنسأل الله تعالى العلي القدير أن يتقبله في عليين. اللهم ارحمه واغفر له، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وجيرانا خيراً من جيرانه، وأهلاً خيراً من أهله. اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين.